في المركز السابع من قائمة أهم 100 فيلم مصري بيجي فيلم بداية ونهاية للمخرج الكبير صلاح أبو سيف، كأول فيلم يتم اقتباسه من أدب الكاتب الكبير نجيب محفوظ. بداية ونهاية اتعرض لأول مرة سنة 1960 وبيعتبر واحد من أقوى وأقصى أفلام السينما المصرية. فيلم بيقتحم حياة أسرة بسيطة من الطبقة الوسطى، بتلاقي نفسها فجأة قدام اختيار مهم، اختيار الفقر والانكسار وتفكك القيم، وفي وقت كانت الدولة بتتكلم عن العدالة الاجتماعية والصعود الطبقي والتعليم كوسيلة للترقي. سأل الفيلم سؤال صعب: هل التحول الاجتماعي يقدر يحمي الناس من السقوط؟ ولا الفقر أعمق من أي شعارات؟ يا فريد أفندي، أنت مش غريب وعارف إننا بنبيع عفش البيت علشان ناكل بيه. ما هي الظروف كلها هتتغير لما الولاد يتخرجوا. ده أنا مستنية اليوم ده عشان أحس إننا عايشين. الفيلم حكايته كتبها أديب نوبل الكبير نجيب محفوظ، لكن تقديمه سينمائياً على إيد صلاح أبو سيف خلاه يتقري بروح زمنه، برؤية اجتماعية حادة ودقيقة بتكشف إزاي الفقر مش بس أزمة فلوس، لكن أزمة أخلاق وضغط نفسي ممكن يغير مصير وحياة كاملة. انت قاتل ولا منع؟ الله يسامحك، انا عذرك برضه. الجوازة دي لازم ترفضها. ارفضها؟ ما كتبنا خلاص. يا مجرم يا كافر يا ندل. عيب يا نفيس، احنا في السفت. أنت تعرف اللي عيب يا كلب يا كلب. الله بلا غوصة. بدأت الحكاية بوفاة الأب، الموظف البسيط اللي بيرحل ويسيب وراه أسرة من 4 أبناء وأم بتحاول تحافظ على البيت بأي تمن. وبنشوف مع الأحداث كل شخصية وهي بتختار طريق مختلف في مواجهة مشاكلها في التعامل مع الواقع. حسن الابن الأكبر اللي قدمه وحش الشاشة فريد شوقي، شاب متمرد حاسس بالظلم وبيمشي في طريق البلطجة والجريمة كنوع من التحدي للمجتمع. أما حسين اللي لعب دوره الفنان كمال حسين، فبيرفض استكمال دراسته العليا ويقبل بوظيفة بسيطة بالمؤهل المتوسط عشان يساهم في المعايش. بس حسنين الأخ الصغير اللي لعب دوره عمر الشريف في واحد من أهم أدواره السينمائية، بيتمسك بالتعليم كطوق نجاة عشان يخرج من واقعه، وبيجيب واسطة كبيرة عشان يدخل الكلية الحربية، وبيستغل كل اللي حواليه بأبشع الطرق عشان يحقق طموحه، وأولهم أخته نفيسة اللي جسدتها بأداء استثنائي العظيمة سناء جميل، اللي قررت تساعد باللي تقدر عليه من غير ما تعرف إنها هتدفع تمن غروره واستغلاله ده في الآخر. بلاش انت، علشان مستقبله. وانت خليتيني مستقبلي، ده انت دوختيني في الوحش. نفيسة الشخصية الأهم والأكثر مأساوية، بنت بسيطة ضعيفة بيتحول ضعفها لضغط اجتماعي مرعب بيدفعها لطريق الانهيار. أما الأم اللي جسدتها أمينة رزق فكانت القلب النابض للفيلم، نموذج للأم المصرية من الجيل القديم الطيبين اللي بيضحوا ويستحملوا بس مش فاهمين اللي بيحصل حواليهم، ورغم حرصهم ما كانتش قادرة تمنع التشقق والانهيار اللي بيحصل في عيلتها. بسلامته من قبل ما يحتكم على قرش عاوز يتجوز لنا ست بهية. عرفت تنقي، ربنا يتمم بخير. اهو كده خلي الفرح يعرف طريق بيتنا. والنبي تتكلم انت رخر. الغم يجر غم والفرح يشد فرح، صدقيني. المخرج الكبير صلاح أبو سيف رائد الواقعية الحديثة، واللي قدر يحول رواية محفوظ لفيلم حي نابض مليان تفاصيل دقيقة عن الطبقة المتوسطة اللي بتنزلق فجأة تحت خط الفقر، وخلق نقطة تحول هامة في تاريخ السينما المصرية من الميلودراما التقليدية والمبالغة في العواطف إلى التراجيديا السينمائية العميقة اللي بتعتمد على حرية اختيار الأبطال لقدرهم وتفاعلهم معه.
انا عايز اكمل في الجامعه. انا متاكد ان مجموعه كويس واقدر اخش الطب او الهندسه. هفاهم عليك يا حسين. ونعيش في الفقر ده 5 6 سنين كمان. 6 سنين ليه؟ ما انت السنه الجايه تاخد البكالوريا، يبقى توظف انت. انت فاكرني عايزك تتوظف عشان اكمل انا عالي؟ ابدا، انا ببص لحالتنا. لازم واحد مننا يضحي في سبيل العيله. بلاش كلام فارغ. انت ما تقبلش تضحيه لا السنه الجايه ولا اللي بعدها، ولا عمرك تعملها ابدا. اعمل اللي انت عاوزه يا حسين. طمني يا نينا، انا حبيت اعرف حسنين ان انا فاهمه كويس. في الحقيقه انا اخوه الكبير، والواجب يحتم عليا اني اضحي في سبيل العيله واتوظف علشان اعولها. الفيلم كان جريء في طرحه لقضايا حساسة زي الانحراف والدعارة والانهيار الاجتماعي والأخلاقي للطبقة الوسطى، والجرأة دي كانت جزء من قوته. كانت سبب اختياره للمركز السابع من قائمة أهم 100 فيلم سينمائي مصري، لأنه فيلم شامل بمعنى الكلمة، نص أدبي عظيم، إخراج واقعي ناضج، وتمثيل من أروع ما يكون. بداية ونهاية. مش بيحكي قصة أسرة بتواجه شبح الانهيار، ده بيحكي قصة شعب كامل طحنته الظروف الاجتماعية تحت عجلات التغيير. حكاية مجتمع بيعيش لحظة سقوط ممكن تبدأ صغيرة لكنها تنتهي بكارثة. حكاية نجحت سنة 60 ولسه بعد 60 سنة ناجحة وحية لحد النهاردة. مسار حياة كاملة، لما البداية تبقى ضعيفة والنهاية تيجي أقصى مما تتخيل.